عايزين نعرف سر البيتزا الجامدة اللي انت عاملاها دي وعجبت كل اللي دقوها. بس كده من عيوني. تعال اقولك انا عملتها ازاي. ازاي؟ انا ضفت 3 كوبايات دقيق كبار، وهضيف عليهم كيس خميرة فورية، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة ملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة زعتر، ونص معلقة توم باودر. وعايزة اقولك الزعتر والتوم الباودر بيفرق جدا في طعم العجينة. قلبتهم كويس مع بعض وضفت عليهم علبة زبادي، وهبدأ اعجن بقى المكونات دي مع بعضها كده بمية دافية. انا جبت كوبايه ميه دافيه، نزلت في الاول بنصها والباقي هنزل بيه كده تدريجي، واحده واحده كده علشان العجينه ما تلزقش جامد معايا. اول ما العجينه بتتلم معايا بنزل عليها كده بمعلقتين كبار من الزيت، وهلم العجينه كده كويس. شايف فايض معايا معلقتين كده تقريبا ميه. هاخدها بقى على الرخامه وافضل اعجن فيها لما العجينه تبقى معايا لينه كده وطريه وحلوه كده، ما تبقاش قاسيه. هحط في الطبق شوية زيت صغيرين كده، وهحط العجينة واغطي وشها كده برضو بدهنة زيت، واغطيها بكيس بلاستيك واغطيها واسيبها تخمر. سيبيني بقى انا اتبلك الفراخ. ماشي يا باشا. معايا صدور فراخ متقطعة قطع صغيرة، نزلت عليها بملح وفلفل وبهارات فراخ وكاري وتوم باودر ومعلقتين من الكاتشب وشوية زيت، وهقلب كويس جدا. لازم اخلي الفراخ تشرب من كل التتبيلة اللي انا حطيتها، وهغطيها واسيبها تتبل شوية. على بقى نعمل اسهل صلصة بيتزا انا بعملها. ماشي. ضفت معلقتين ونص من الصلصة، وملح وسكر وتوم باودر وزعتر وشوية زيت، وهخفهم كده بشوية مية، واخدهم بقى على النار. اول ما هتغلي معايا كده كويس خلاص هي كده خلصت. تمام. شفت بقى سريعة ازاي؟ ايوه بقى احنا بتوع السريع. هنضيف بقى شوية زيت في طاسة سخنة، وهننزل بقطع الفراخ، واول ما تاخد صدمة كده من تحت هنبدأ نقلب، وبعد كده هنغطيها ونوطي النار ونسيبها تستوي. والعجينة معايا خمرت. شايف خمرت وبقت خطيرة ازاي؟ ريحتها جميلة جدا. هاخدها بقى على الرخامة وهقسمها على 2، يعني المقدار اللي انا عاملاه ده بيعمل بيتزتين حلوين كده كبار. ايوه بقى عشان ادوق براحتي مفيش الكلام ده. برضو. هاخد بقى الجزء اللي في ايديا اظبطه كده كويس، وهرش رش دقيق من تحت، وهحط قطعة العجين وهظبطها بايديا كده واديها رش دقيق من فوق، وابدا افرد كده بالنشابة. ومعايا الصينية بتاعتي بدهنها بس زيت، واخد البيتزاية بتاعتي كده وافردها بقى في الصينية. هظبط حروفها كده بايديا. واهم خطوة بقى نعمل فتحات بالشوكة كده علشان متنفخش جامد في الفرن. تمام. هاخد بقى من صلصة البيتزا اللي انا عاملاها دي الخطيرة دي، وافرد كويس كده على العجينة. وبعدين هضيف بقى فلفل اخضر رومي وحامي وطماطم متقطع مكعبات كله كده، وقطع الفراخ وبصل متقطع شرايح كده دعكاه بشوية ملح وفلفل اسود وشوية الزيتون، وادخلها على الشبكة 10 دقايق واطلعها بقى احط الجبنة. انا بحب احط الجبنة في الاخر، يا دوب ارجعها تاني الجبنة تسيح. وبس كده. المعجنات ما بتقعدش كتير في الفرن عشان ما تنشفش. ونبدأ بقى نقطعها كده قطع. يا سلام. شايف جمالها شايف. ولا ريحتها؟ جميل. تحفة. ادوق بقى. مفيش الكلام ده. بص من تحت عاملة ازاي. لونها حكاية. امم لذيذة. هات ادوق بقى. مفيش الكلام ده. لا هدوق. ايه الطعامة دي؟ تعرفي بقى ان التوم والزعتر اللي بتحطيهم في العجينة بيعملوا طعم خرافي. فعلا، ولا رشة الزعتر بقى اللي بتبقى على الوش حكاية. وادي البيتزاية التانية كمان. عملت لكم البيتزا بطريقة مبسطة زي ما طلبتوها مني، تقدروا تضيفوا اي حشوة انتوا تحبوها. لا بس بجد تسلم ايدك. تسلم بألف هنا.